في الرباط أيضا تباحث اليوم رئيس الحكومة عبد الله بن كيران مع الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غربي آسيا إسكوا الذراع الإقليمي للأمم المتحدة السيدة ريما خلف، وناقشا الاستعداد للمؤتمر الإقليمي الخاص بالتحديات الاقتصادية للإصلاح والتحولات الديمقراطية في البلدان العربية. عبد الحي البقالي وعبد الرحيم فيلول. استقبال رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران للأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا يأتي في إطار التحضير للقاء الإقليمي حول التحديات الاقتصادية للإصلاح والتحولات الديمقراطية في البلدان العربية، والذي ينتظر أن ينعقد مستقبلا ببلادنا. مناسبة بالنسبة لنا في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا للتحدث مع معالي الرئيس ومع الوزراء حول مجالات التنسيق في المستقبل بيننا كالذراع الإقليمي للأمم المتحدة وبين الحكومة المغربية، واتفقنا على استمرار التعاون معنا مع بعض لتعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون بين الدول العربية. زيد على ذلك استمرار التعاون الاقتصادي في مجالات التنمية الصناعية والجهوية والاجتماعية، وأيضا فيما هو خدمات لتحسين أداء الخدمات المتكاملة.